اليوم راح نعمل مع بعض إن شاء الله أجمل سنارة بالخرز الملون والسلك. طريقتها كتير سهلة وبسيطة وبنفس الوقت رائعة كتير وبتصلح لكل الأعمار. يلا نشوف الطريقة مع بعض. في البداية بحتاج لسلك وخرز ملون. أنا استخدمت السلك في عدة استخدامات، وقفل وحلقتين وسلسالة وفراشة، أي سلسالة متوفرة عندكم، ولوحة صغيرة أو فراشة، فيكن تستخدموا مثل ما أنا استخدمت، ومازورة. في البداية بنقيس قياس الإيد بالمازورة بهالشكل هذا، وبناخد 3 أدوار منه. أنا هون طلع معي 12 قياس إيد قطر الندى. رح أخد 3 أدوار وقصهم من السلك، وأطوي السلك على بعضه وبلفه من طرفه بهالشكل هذا، وبركب الحلقة بهالطريقة هاي، وبتني السلك عليها وبلفها بحيث إني أمسك السلك مع الحلقة بهالشكل هذا. رح لف السلك على الحلقة بهالشكل هذا، صارت عندي جاهزة. هلا رح ضم خرزة بهالشكل هذا، وبلف السلك عليها مسافة نص إصبع، وبضم كل الألوان بنفس الطريقة بعملن. طريقتها كتير سهلة وكتير واضحة، وفيها أي بنت تعملها في البيت. رح لف السلك على الخرزة الثانية بهالشكل هذا، يعني مسافة نص إصبع بين الخرزة والخرزة، وبضم الألوان اللي أنا بحبها بهالطريقة هاي. طريقتها بسيطة وغير مكلفة. رح كمل باقي السلك بهالألوان وارجع لكم. هاي أنا رجعت لكم. هلا رح نركب القفل مع بعض. ببرم الباقي من السلك وبدخل القفل بهالشكل هذا، وبتني السلك عليه وبلف السلك على القفل بهالشكل هذا. وهي أسرع أسوارة فينا نعملها في البيت. هلا رح ركب السلسالة والفراشة بهالشكل هذا، سكر الحلقة، رح سكر القفل. صارت عندي سنارة بهالشكل هذا. فيكن تعرفوا السلسلة هيك مدلاي، أو فيكن تتنوها بهالطريقة هاي. شوفوا شكلها ما شاء الله كتير حلوة وكتير أنيقة، أو فيكن تعرفوها بهالشكل هذا. أنا حبيت أورجيكم طريقة شلون وانتو شو بتحبوا اعملوا.